حاشر يوم رمضان حنجرب الفطور الجزائري. شخشوخة يا أخويا يا أخويا. السلام عليكم. مرحبا بكم، نورتونا وشرفتونا. يعني فطور اليوم حتى المتابعين راح يزيدوا بطريقه رهيبه، راح تزيد رقم جديد ان شاء الله. غادي يكون الفطور شباب بزاف. ما تنسوش تديروا ابوني لمحمد. ايش اول حاجة حنبدأ فيها؟ بورك العناب. ما شاء الله تبارك الله. تعرف يا محمد أنا من الغرب الجزائري وزوجتي من الشرق الجزائري من حدود مع تونس من تبسة. راح نبدا بالبطاطس، نحطها في النص، شويه لحم مفروم، طماطم، شوية بصل وشوية زيتون يا حبيبي. البقدونس ايش تسمونه؟ معدنوس. الكزبرة ايش تسمونها؟ دبشه. نضيف عليها الجبنة. اخر خطوه هي البيض، نحن نسميها عظام هذه كذا. يا إلهي نحن في 2023 تصنفنا نمبر 1 في المطبخ العربي. ما شاء الله. طبق الشخشوخه البسكريه، نفتحها كذا تكون قطع شويه كبيره. أكثر طبق مشهور في الجزائر في رمضان. البوراك عندنا والشوربه ضروري كل يوم في السفره. هذه العجينة ما زال مش طايبة، حطيها الطيب. يلا على الطاجين. ويا محمد مرحبا بك، هدية من عندنا تيشيرت هذا الجزائر إن شاء الله باش نوصلوا 500,000 لايك وقليلة جدا. 500,000 لايك. واو. عادة قبل الأذان ب5 دقائق يتسووها في رمضان. كل المطاعم عندنا والمقاهي الريستورون يقلبوها إفطار صائم في رمضان. أي مسافر يمر ما عنده فلوس يأكل عندهم. أيوة. سوقوا صيامنا قبل مر وحليب، نروحوا نصلوا ونرجعوا للطاولة نفطروا. أذن يا إكرام. يلا نسوق صيامنا. هذا تمر محشي، نحن بالعادة نسوي تمر نحط فيه جوا زبدة وحبة لوز. حليب بالتمر. هاي سلطة مسيدوان، هاي سلطة مشكل، هذا حميص، بورك سيجار، وهذا بورك عناب، وهذه الكوكا. يلا يا محمد وريهم شو جوا. حنشوف آخر شيء. وصلنا لكم السربرايز. طبق الحلو، حاجب وعوينة، قسنطينة. وهذا كاس العالم حقنا اليوم يا محمد، الشخشوخة البسكرية. ضيف الأول أهلا يكون صحة وسهلا. يا رب. شوربة فريك معروف عنا في رمضان. هذا اللي فيه البيض. الله بتحط معاه جبنة تجي صح؟ جبنة وكريم فريز، ما حاعطيك الوصفة. طاجن زيتون. يا الريحة. عبارة عن زيتون. نحن نطبخ الرز على شكل سلطة. رز بارد بس مستوي. ايوه. هذا الأطباق أطباق شعبية وفي متناول الجميع يعني ما تكلف. هذه المثومة. نحن نسميه كفتة عنا في الشرق. تحركها مشان يدخل الصوص جوا. هذا الطبق نسويه في ليلة النص، نصف من رمضان أو ليلة 27. حنسقيها بالمرق. هذا المشروب ضروري في رمضان اللي هو الليمون. وهذا يا محمد طاجين حلو فيه المالح والحلو. تحاول لا تكثر، ترى في لسه حلويات. بالنسبة للحلويات هذه بقلاوة جزائرية اسمها محلبي. كسكسي معظم الجزائريين بياكلوه على السحور. الكسكس الجزائري الحلو مسفوف أو سفة، ما بعده أكل. هذا زلابية البنان. الحين نختموها بلاتاي. يا زينة ديري لاتاي ديري لاتاي وقفة البنات.